العلوش كائن يعيش في قديم الزمان في أراضي إفريقية. كان يستخدمونه التونسيون القدامى في طعامهم، وكانوا يتفننون في طبخه، حتى أنهم كانوا يحلو لهم تسميته بالزهومة. حلت اللعنة على التونسيين، وتتالت رؤوس الحم على السلطة، وأصبح المواطن المسكين يشهق ما يلحق، وبدأت عدد الأغنام بالتراجع، لكن قيمتها في ارتفاع. لقد كنا نأكل اللحم دائما، حتى في فطور الصباح كانت أمي تطبخ عصيدة بيضاء ونخلطها بالقلاية. هذا ما كنا نفعله. كان أخي الأكبر يلقبونه برأس اللحم، لقد كان يتكسل على علوش كل يوم. أنا من جيل التسعينات، أو ما يسمى بالجيل الذهبي، آخر من شاهد كائن العلوش يحوم في أراضينا، لكنني محظوظ جدا، لقد أكلت العلوش في صغري. أتحدى هذا الجيل إن كانوا يعرفون العلوش أصلا. انظر، هذا ولد صغير، سوف أسأله أمامك. تعال يا صغيري. هاي، هل تعرف العلوش؟ علوش؟ ما معنى علوش؟ ألا تعرف المشوي أو لحم الكرومة؟ هل هذه لعبة؟ اذهب يا صغيري، رفقتك السلامة. في الحلقة القادمة، البورني مينينوس أحد أكبر